نشوف جنازته. جاوبي على السؤال إجابة محددة. إيه أقوالك في التهمة المنسوبة إليكي؟ بتسألها يا بيه، أنا ماليش ذنب. أسأل مين؟ هدى المراغي، وفي غيرها؟ الدكتورة هدى المراغي هي اللي قالت لك تروحي تخطفي الولد من الحضانة؟ عملتها السودة، قرارها اللي سوت حياتي. قال إيه؟ نضحي بالابن عشان الأم تعيش. يا ريتها سابتني أعيش، دي قضت عليا، حرمتني من الخلفة بقية حياتي. حتى جوزي حب عمري شوف له واحدة تجيب له حتة عيل يفرح بيه. خلتني أرض بوه، سابني وحيدة بقيت عمري. هي اللي ممكن أبوس الفحم، هي مش أنا. هي شوفي بقى، انت ممكن تفضلي تحكي حكايات من دي للصبح وبرضه محدش هيصدقك. عطيات سماحة اتقبض عليها واعترفت ان هي اللي سهلت لك عملية الخطف. عطيات مين؟ عطيات دي كدابة، انا معرفهاش. ما هي لازم تشهد لستها الدكتورة، هتشهد لي انا ليه؟ انت اتقبض عليكي والولد معاكي وكانت حالته سيئة جدا. انا كنت موديها للدكتورة علشان يعالجه بدل ما اسيبه لها وتموته زي ما قتلت ابني. يعني وجود البيبي معايا انقذ حياته. ده اعتراف منك بانك انت اللي خطفت الطفل. اعتراف ايه؟ انا مش متهمة، هي المذنبة. حكمها هي، يعني هي هتفلت بعملتها في الاول وفي الاخر. هو ده العدل؟ تحاسبوا المظلوم وتسيبوا الظالم؟ اسمها نريمان اسماعيل الدويني. وايه علاقتها بيا؟ كانت مريضة من مرضى المستشفى ايام ما كنت حضرتك طبيب ممارس، وعملت لها عملية فقدت بعدها الجنين واصبحت غير قادرة على الانجاب. وده سبب يخليها تنتقم مني بعد المدة دي كلها؟ ايوه، لان جوزها كان مستني الجنين ده بفارغ الصبر، وعشان كده قررت تشوه سمعتك كمديرة للمستشفى، خصوصا بعد ما جوزها سابها وسافر. غريبة دي. عموما الحالات اللي زي نريمان ما باخدش فيها القرار لوحدي، لازم ارجع للجنة من كبار الاطباء. هي متصورة ان حضرتك السبب. الكلام ده بنسمعه كتير قوي يا فندم. احنا دايما بنراعي الحالة النفسية للمرضى، وقبل اي اعتبار بنراعي ضميرنا المهني والانساني. طبعا يا دكتورة، ده شيء مفروغ منه. المهم ان احنا انقذنا حياة الطفل. امه المسكينة صبرت كتير قوي. عموما لو في جديد هبلغ حضرتك. متشكرة قوي يا فندم. بعد اذنك. اتفضل. السيد وكيل الأول الوزارة كان عندي وبلغني إن حضراتكم بتتظلموا ضد قراراتي، برغم إني أنا ما باخدش قرار إلا بعد فحص ودراسة. يا سعادة الريس حضرتك همشتنا خالص. وبعدين يا فندم كل واحد فينا بقى وشه في الأرض قدام الموظفين اللي بيشتغلوا عنده. الموظفين ما بيشتغلوش عند حد فيكم، دول بيشتغلوا في إدارات انتوا مسؤولين عنها. يا مراد بيه، حضرتك بتدور على مجتمع مثالي في الهيئة، وده صعب. انا ما طلبتش المثالية، انا طلبت ان نمشي صح. عندك حق يا فندم، بس اللي ساعتك بتطلبه ده مش هنقدر ننفذه في يوم وليلة. وبعدين يا فندم حضرتك حولت مجموعة من قيادات الهيئة للنيابة الإدارية، ودول احنا بنعتمد عليهم. قرار زي ده أدى لتعطيل حركة العمل. العمل مش هيتوقف إن شاء الله لحين صدور قرار النيابة الإدارية. مجرد تحويلهم سعادتك مرة واحدة ودلوقتي هيأثر على نشاط الهيئة. ده غير سمعتها يا فندم. مؤكد إن النيابة الإدارية مقدرة إننا في انتظار قرارها على وجه السرعة. أنا وعدت السيد وكيل الأول الوزارة إني أسمعكم وأتعرف على وجهة نظركم. خير. عدم صرف الحوافز ده هيعمل لنا بلبلة مش هتنتهي. عدم الصرف له أسبابه اللي حضراتكم كلكم عارفينها كويس قوي، وكلها مرتبطة بالالتزام والإنجاز، وإن شاء الله هتتصرف لمن يستحق. احنا فاهمين وجهة نظر سيادتك،
بس صعب نحرم الموظفين من الحوافز اللي اتعودوا عليها السنين اللي فاتت. دي امور تخضع لتقارير الرؤساء المباشرين ليهم. بعد اذن سيادتك يا مرجي، الغرض من القرار اللي صدر لبعض الناس بايقاف حوافزهم كان المقصود منه انه يعمل صدمه عشان يبقى فيه رد فعل ايجابي. يا أستاذ ممدوح، الناس مضغوطين وفي احتياج لأي قرش. يعني انتوا عايزين تفهموني ان يهمكم موظفين الهيئه اكتر مني؟ سعادتك يا مراد بيه سيد من يعرف ان الواحد لما تكون مشاكله الشخصية محلولة هيقدر يشتغل ويدي الهيئة حقها. ما قلناش حاجه، اللي له حق هياخده، لكن انتوا بتتكلموا بس عن طلباتكم واحتياجاتكم. ما سمعتش كلمه واحده بس عن مشاريع الهيئه وخططها الانتاجيه. انا كل اللي يهمني انك سالتي واتصلت يا سمية. انت رحت لبابا ليه؟ عشان اعرف يقف ضد حبنا لحد فين. بابا مش واقف ضدنا، بابا واقف لمصلحتنا. وجهه نظر ونحترمها، بس هو بنفسه قال لو هتحملوا مسؤوليه قراركم لوحدكم انتوا احرار. سمية انت مش قاصر، وهو عارف كده كويس، والا ما كانش قال الكلام ده. انا ما اقدرش اتجوز الا لما بابا يكون راضي ومقتنع. هو ما سابلناش اي قرار تاني. خالد انا بحبك وما ارضلكش تقف الموقف ده. انا مش هقف في الموقف ده لوحدي يا سمية، انت هتبقي معايا. برضه ما اقدرش اعمل كده. يا سمية ارجوكي فكري بهدوء. عم فرغلي عنده تصورات عن الجواز مش بالضروره تبقى صح. يا خالد انا ماليش غير بابا وهو ملوش غيري. ما اقدرش اتجوز ابدا الا لما يكون مقتنع 100%. يا ستي ما تاخديش قرار دلوقتي. قلت لك ما ينفعش. انا مش هقدر اقف محلك سر. الايام بتعدي واللي بنبات فيه بنصبح فيه. يا خالد ارجوك ما تحرجنيش وقدر موقفي. وليه نعذب نفسنا والحل واضح قدامنا ومحدش يقدر يلومنا؟ طيب انا هحاول اتكلم معاه تاني للمره المليون وربنا يسهل. سمية ما تضيعيش اللي بينا عشان شويه اوهام. احنا بس اللي ممكن نثبت لعم فرغلي وابويا والدنيا كلها ان احنا بحبنا هننجح مع بعض. اسمع يا ممدوح، انا ما حبيتش اقول لك على الموضوع اللي هتكلم معاك فيه واحنا في الهيئه. اتفضل، عشان تخلي بالك وانت بتنفذه. اطمن يا فندم، اطمن. الموضوع ده يحتاج منك لكثير من السريه والحرص. تحت امرك يا مراد بيه. في مقاول اسمه غانم عبد الفتاح مرزوق، ده عمل شغل كتير مع الهيئه. عايزك تطلع الملف الخاص بيه وتشوف ايه هي المشروعات اللي عملها مع الهيئة من وقت انا ما تسلمت مسؤوليتها. حاضر يا فندم. المقاول